ضيفنا عليكم دقيقة السلام بس انت احنا وهدى. نتكلم يا ضيفنا. اصبر اصبر الله يبارك اكتم فيك. اكتم اخونا صالح ما خليه طول ما طول كلام ابو بس الدحيح. اكتم خلي مراد صار له ساعه لا منتظر. الله يحفظك هسه نعطيك والله المايك. الله يبارك فيك حبيبي مراد. على هذا الاستقبال الرائع الله خادم. يحفظك. الله أول يحفظك استاذ مراد أنا حبيبي. من الله يبارك فيك، أنا من أهل السنة يعني، وأرجو أن يكون نشرف الاحترام متبادل بيننا. نشرف فسؤالك استاذنا الله العزيز يبارك الله فيك، يبارك. والله وأنا أتشرف بك. الله يحفظك ويرعاكم وكلكم والله حياك على الله. راسي والله على راسي. انت من اهل الجزائر اخوتنا. اي نعم الله يحفظك ويرعاك بارك فيك، واهل العراق طيبين حياك الله حبيبي. انا بس سؤالك الاول الله يزيد فضلك. سؤالك الاول الذي كان مطروح سؤال يعني جميل جدا صراحة. أنا كسني والله أعترف أنه سؤال منطقي. طيب هو سألنا يا إخواني أهل السنة وقال اثبتوا أن خلافة أبا بكر كانت شورى أو تنصيب إلهي. صح؟ من الله يحفظك ويرحمك. أي نعم أي نعم. أقول لك بس، هل ترضى أن يكون علي عليه السلام حكما بيني وبينك؟ نعم هذا بالرواية صحيحة. أي نعم أحسنت. طيب يا إخوان، مثل ما سمعتم من أخي المحترم قال أنا أرضى أن يكون الإمام علي المعصوم عليه السلام حكما بيني وبينك يا أخي مراد. فأقول لك في نهج البلاغة قال الإمام علي في خطبة له على نهج البلاغة، والخطبة يعني مشهورة. سند أي نعم سند. أي نعم. لا سند راح أقول لك دقيقة. سند به سند. اصبر لا اصبر بس. ما يصير أنا جاي مراد خليك أنت منصف. والله منصف. تعطينا السند. ماشي والله منصف معك. اصبر لي بس أعطي المتن وبعدين راح أجيب لك الآن. والله قاعد برا راح أدخل للبيت واطلع لك ما قلت لك باحترام بس، لكن ناخذ الشاهد بس. الله يحفظك حبيبي وتاج راسي والله الله يعطيك قد ما تتمنى. الله يحفظك. يقول الامام علي في نهج البلاغه لقد بايعني القوم الذين بايعوا ابا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه ولم يكن للشاهد ان يختار. مراد عندك الكتاب إيه عندي بس ادخل والله راح اطلع لك الكتاب. الله يحفظك. اقرانا الباب شو اسم الباب باب الروايه بالبدايه. شلون هذا الحديث هسه هذا الباب هنا هذا الباب شو اسمه واعطينا السند. هذا السند حدثنا فلان محب. انا قلت لك حتى نكون منصفين. اي نعم انا قلت لك والله انا الان برا وقلت لك انا باذن الله راح اتكلم باحترام، ولما ادخل والله اطلع لك باذن الله. بس استرسل الله يبارك فيك. يقول الامام علي لقد بايعني القوم الذين بايعوا ابا بكر وعمر وعثمان قبل البايع. قلت لك بس راح ادخل واعطيك قبل الباب جيت. طيب والله الباب مو الباب اي نعم راح اجيك والله. اصبر علي بس. ثم يقول انه بايعني القوم الذين بايعوا ابا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه ولم يكن للشاهد ان يختار ولا للغائب ان يرد، انما الشورى انتبه الشورى 3 مرات. الشورى للمهاجرين والأنصار إذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان لله ذلك رضا. طيب الشاهد هنا إذا كانت بالشورى. لا هي نعم الإمام علي عليه السلام يقر ويعترف أنها شورى للمهاجرين والأنصار مثل ما قالوا أهل السنة. الآن حبيبي دقيقة بس. الآن أنا مراد الجزائري صقار الشيعة وأنا أسجل البث. الآن جاوبني على هذه الرواية يا حبيبي. يلا تفضل الكرة عندك. يلا يا عشعش يلا عشعش. يلا عشعش. بدينا يجاوب على الرواية. لا أنا راح أعمل ميوت جاوب على الرواية. تفضل يلا. سجل للصبر. يلا أعطينا اسم الباب. باب الحديث الباب. اقرانا الباب. جاوبني على علي يقول إنما الشورى للمهاجرين والأنصار. أجب قبل الباب أجب على الكلام. الله أكبر يا لا تصرخ أولاد عشعش دمرناهم من كتبهم الآن. أريد إجابة. علي يقول الشورى لأني أريد أفضحكم.
نزله مطي نزله. الله اكبر. لا خليه يسكت الله اكبر. اكبر هروب للشيعة، اكبر هروب للشيعة. يلا الان جاوب على الرواية. ما حد منزلك ولا الامام علي. انا صيح عشان ادعسك تحت نعالي. وين يلا وين السند؟ يلا يا وين السند؟ ما نزلك حتى لو تغلط. والله يلا تفضل. سند الحديث ابن عاشر. اولا يا اخوان ابن نرجس يطالبني بسند الحديث. يا باغل تعلم ان نهج البلاغه بدون سند يا ابن نرجس. يصيح ما تدري يلا رد على الروايه. رد على كلام علي عليه السلام. لا هو علي كان على كلام علي حلو. قال اذا كانت الشورى الله اكبر. مش قال واذا كانت. لا تكذب قال اذا كانت علي من المسلمين. انما اداه حصر. يشهد على خلافه انما اداه حصر. اولاد عشعش. الان اولاد عشعش ارتعبوا من مراد الجزائر. لا كمل. نهج البلاغه. هل الصحابه تشاوروا؟ هل الصحابه نهج البلاعه. جاوبني على نهج البلاعه. جاوز نزل. ايه جاوبك. الان الشيعة حشروا امام مراد الجزائري. الاسد مراد الجزائري يدمر هذا البث. الان احفاد عمر الفاروق يصعدون الى الخيمات النرجسيه ويدمرون الخيمات النرجسيه. اولاد عشعش ونرجس العاشر دمرهم مراد الجزائري. اجب عن الروايه. الروايه 40 نخاص. انت تدري كم نخاص ركب امك. الان بداوا السباب والشتائم. لانهم لا يملكون ايرا. والله لا يملكون ايرا. اولاد القردة والخنازير لا يملكون ايرا. دمرتهم. لا يملك. عليكم يا ابن الكلب.